ب 10000 جنيه يا ريس. سيرفس برو 5 لابتوب بيتفصل زي ما انت شايف كده، وماجنتيك كور اي 5 جيل سابع، رامات 8 و256. ممكن تركب فيه خط عادي ويشتغل معاك نت. بيركب فيه كارت ميموري 256 512 زي ما انت عايز. وده يا ريس اهو مكان الميموري وده مكان الخط. في كاميرتين، كاميرا من هنا وكاميرا من هنا وفيس اي دي. اللابتوب تاتش سكرين يا ريس، تقدر تستخدمه تابلت زي ما انت عايز كده. تدوس هنا يا ريس يطلع لك كيبورد عادي زي اي لابتوب. هتعمل كده تختار اللغه العربي وتكتب هنا ميجا ستور. جامدين جدا، لان انا عامل لك عليه عرض في فرع المهندسين بس يوم 14 و15 و16/8 ب 10000 جنيه يا ريس، حتى نفاذ الكميه في فرع المهندسين بس، ومش متاح شحن لجميع المحافظات. طب ايه الاجمد من كده بقى يا ريس؟ جبت لك لابتوب ثمنه 3600 جنيه وبيعمل كل حاجه حرفيا. لينوفو ثينك باد، ده جهاز جامد جدا والناس كلها عارفه ان ده بتاع شغل. كور اي 5 جيل رابع، رامات 8، اس اس دي 128. شكله جامد جدا كده يا ريس. لابتوب بيزنس، في كاميرا ومايك وصوته عالي زي ما انت عايز يا ريس، ب 3600 جنيه في فرع المهندسين بس يوم 14 و15 و16/8. طب الاجمد من كل ده ايه بقى؟ لابتوب مش هتلاقي سعره في الكوكب. 850 جي 7 حالته زي ما انت شايف كده يا ريس، 15.6 بوصه. كور اي 5 جيل عاشر، مش سادس ولا سابع ولا ثامن. كيبورد كامل، شاشه 15.6 بوصه. طبعا في لوك للكاميرا هنا، والجهاز شكله جامد جدا ومعدن بالكامل. في فرع المهندسين بس ب 13500 جنيه حتى نفاذ الكميه. حاول تيجي بدري وما تجيش في اخر وقت وتقول انا عايز اللابتوب وما تلاقيهوش، لان اللابتوب ده هيخلص بسرعه جدا. طب الاجمد من كل دول ايه بقى؟ 360 درجه يا ريس، وفي كارت شاشه اتش بي 435 جي 9 رايزن 5 5600، رامات 16 و256. في فرع المهندسين بس ب 12900 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. لابتوب يا ريس بيشتغل معاك تابلت عادي زي ما انت شايف. كيبورد باك لايت، طبعا في لوك للكاميرا وبيلف 360 درجه. تستخدمه تابلت عادي، تستخدمه لابتوب عادي. طبعا في كارت شاشه ب 12900 جنيه حتى نفاذ الكميه. يعني ب 3500 جنيه هتاخد لابتوب جامد، ب 10000 جنيه هتاخد لابتوب اجمد، ب 13500 جنيه هتاخد اكبر واحد فيهم جيل عاشر. وكمان لو انت بتحب الجرافيك وشاشات التاتش اللي بتلف 360 درجه ب 12900 جنيه. ركز في الاسعار كويس واعمل سيرش قبل ما تيجي، وتاكد مليون في الميه ان انت تاخد اجمد لابتوب باجمد سعر موجود في مصر. ميجا ستور، اكبر تشكيله لابتوب حرفيا هتلاقيها في مصر.